السلام عليكم، ازيكم يا احلى بنات في الدنيا واحلى متابعين. قبل ما نبدا الفيديو كده نصلي على النبي وما ننساش نعمل اشتراك ولايك وكومنت حلو للفيديو. يلا بينا اوريكم ازاي غسالة زانوسي بتشتغل للناس اللي بقالها فترة عندها ومش عارفة تشغلها. اول برنامج ده انا معتمداه للغسيل الابيض فقط لا غير، وما بعصرش الا على 600 عشان الغسالة تعيش معاكي والحلة تعيش معاكي والشمبر يعيش معاكي والباب يعيش معاكي، كل دول من التعصير. لو عايزة شغلي المكوة، لو انت حاطة حاجة وخايفة عليها متكرمشة شغليها، ده زر للتشطيفة الزيادة، يعني بيديكي وقت زيادة الغسالة بتشطف فيه بس. فهماني؟ لو انت عايزة الهدوم تبقى متشطفة جامد بتحطي الزر اللي هو البلاس ده. تحت هنا بتنقصي التايم، يعني عايزة تغسلي على 120 بتنقصي، عايزة تغسلي على 350 اللي هو ساعتين ونص او 3 ساعات ونص. طبعا ده زر التشغيل واللي بيشغل وبيوقف الغسالة. لو انت اتلخبطت في البرمجة والباب اتقفل وما عارفه تعملي ايه، بتوقفي الغسالة خالص وبتستني على الباب دقيقة بيرجع يفتح معاكي تاني، لان الباب امان ما هيفتحش الا بعد دقيقة. وبتبدأي تعملي البرنامج اللي انت عاوزاه تاني. الكلمة اللي بالحمرة دي ممنوع تغسلي عليها، لان الصيانه لما جت لي وانا لسه عروسه قالت لي ممنوع تغسلي على الكلمه الحمراء دي، لان دي حاجه في البرمجه بتاعتنا احنا لما بنيجي نصلحها لك بنعمل عليها، فما تغسليش عليها. البلاس ده الكلمه اللي عليها بلس اللي عليها زائد هي اللي بتبقى غسله زياده. يعني انا اشوفه اول غسله كانت على 250 دقيقه، دي على 350 دقيقه. هنا برضو بعتمد في غسيلي على العصر 600 عشان الغسالة تعيش معاكي. عايز تغسلي على 90 اغسلي، عايز تغسلي على 60 50 40. بس طبعا الهدوم لما بتغسلي على 90 بتبهت، فمش هنحط الاسود او الالوان جامدة على 90، هنحطها على 60 او على 50 حسب اتساخها. لو نضيفة وعايزاها شطفة بس كده بتبقى على 40. برضو الكلمة الحمراء ما بنغسلش عليها نهائي، بننزل على اللي تحتها. بتاخد معانا حوالي 2:10 ممكن نشغل فيها المكوة ونشغلها. برضو بنعتمد على العصر 600. انت عايزة تغسلي بقى على 60 50 براحتك. البلاس نفس الوضع، بتزودي في الغسيل. فهماني؟ يعني لو فوق هنا بتغسلي على 150، ده طبعا البرنامج المعتمد بتاعي في الغسيل. هنا البلاس اللي تحته بتزود لك الغسلة. لو انت هدومك متسخة جدا ومش عاوزة تعملي على درجة حرارة سخنة، بتغسلي مثلا على 50 او 40 وبتغسلي على البلاس، بياخدوا معاكي ساعتين زيادة في الغسيل. الكلمتين الحمر دول برنامج ما بنغسلش عليهم. البلاس اللي تحت برضو نفس الرواية، بياخد معاكي حوالي ساعتين، بيغسل على 40 درجة و30 درجة فقط، ما بيطلعش على 50 ولا 60 ولا بيطلع على 90، هو بيغسل 40 بس. الفلاور دي بعتمدها في البطانية، في اللحاف الفايبر، عايزاه يتغسل كده فبحطه في الفلاور دي. وساعات ما بعتمدهاش في غسيلي خالص. البرنامج ده مش بغسل فيه على طول، بس ممكن تغسلي فيه المفارش الأرضية كده، لان هو يا على 600 يا ما بيعصرش. يعني لو انت عايزه الحاجه ما تتعصرش بتنزلي على العلامه اللي عليها اكس دي، ما بتعصرش. هنا ده الغسيل اليدوي. لو انت عايزه حاجه تتفرش كده بتغسليها، بتغسل على 40 درجه و30 درجه فقط، وبتعصر في كل الدرجات. بس انا بعتمد 600 زي ما قلت لكم عشان الباب والغساله يعيشوا معي. هنا العلامة دي بتاعت اللانجيري والاندرات والهدوم الداخلية، فما بتغسلش الا على 40 درجة. وطبعا انا ممكن ما تعصريهمش كمان عشان ما يبوظوش معاكي من التعصير، وممكن تعصري على 600. طبعا هنا ده التايم اللي انا كان هنا وقف معايا، فقلت اما ارجعه تاني عشان الغسالة وكده.
الفراشة دي انا بعمل فيها ايه بقى؟ انا عندي ملاية فرشتها والعيال طلعوا عليها وسخوها لي، فانا مش هسيبها، فبشتلها اغسلها في ساعتها واحط لها مسحوقه، احط لها معطر، احط لها اللي احطه لها، شطفه سريعه كده، غسله سريعه، بشتلها انشرها والموضوع خلص. هنا البناطيل بتحطي فيها جينز، بتحطي فيها الميلتون، بتحطي فيها اي حاجه، بس انا الصراحه عشان ابقى واضحه معاكم انا ما بحطش فيها بناطيل جوزي لانها بتيجي متسخه جدا. انا لما بمسكها اعملها بالفرشه البلاط في الحمام، احطها فيها واغسلها. بس انا مش الناس اللي معتمد عليها غسيل كامل، يعني انا ممكن اغسل على هعملها كويس في الحمام واغسلها على الفراشة، تغسل معايا حلو قوي. لو انت عايزه تغسلي فيها، هي عامه ما هتغسلش على 40 درجه، وممكن تشغلي المكوى عشان الهدوم ما تتكرمش وتغسلي فيها حلو قوي. البرنامج اللي فوقها ده، شوفوا هنا انا بقول لكم انا ما بغسلش الا على الفراشه. البرنامج اللي فوقها ده بيشطف بس لو انت عاوزه تحطي فيه حاجه تشطف بس، ما بيشطفش، لا ما فيهوش تعصير. البرنامج اللي فوقه بيعصر وبيشطف. البرنامج اللي هو التالت من فوق ده، دي حاجة كده لو انت عايزة تنقعي الهدوم، حاجة يعني بطانية او حاجة عايزة تنقعها في شوية مية، بس لا بتشطف ولا بتعصر ولا بتصرف مية، فهتنزليها من الغسالة بحالها. اما البرنامجين اللي فوق دول تعصير، ودول طبعا انا اعتماد كامل عليهم في لبس الولاد في المدرسة، اني بغسله على ايدي عشان ما يتبهدلش من الغسالة، وبحطه فيها كده يتعصر بسرعة على السريع. بعصر انا على 6 دقايق 600 او 13 دقيقة 600 حسب اختيارك لانهي برنامج فيهم. وبكده اكون فهمتك على قدر الامكان الغسالة بتغسل ازاي وبتخلص ازاي وبتعصر ازاي وبتقف ازاي. انا هنا بوريك ان ده اعتمادي الكامل على غسالتي. الغسالة ما شاء الله زي الفل، الغسالة جميلة، غسالة زانوسي اصلي، اقسم بالله ما تلاقي غسالة زيها في السوق دلوقتي. كل الغسالات اللي نازلة في السوق حاليا غسالات ملهاش اي 3 لازمة وبفلوس. طبعا احنا هنا ملناش دعوة بالعلامة الماركة دي، احنا مقاطعة. انا هنا بوريك ان هي غسالة فعلا رقم 1 في مصر. ده الفلتر بتاعها، انا ما بتتفكش معايا الا ببنسة، فانتي تجيبي بنسة ولفيها لفة كده وطلعيها تنضف معاكي، هتبقى زي الفل. لو انتي ما عندكيش ولاد سيب الباب موارب، طبعا ده فلافيل وعايز يتغسل، سيبي الباب موارب للامان، لو ولادك ما بيخشوش كتير المطبخ وانت متاكده ان هم مش هيبوظوهولك وهيركبوه هيعملوا حوارات عليه. يا رب اكون فدتكم.